التفاصيل ومن الكتاب المميزين جدا والكسلانين جدا معانا هيثم الوزيري، اللي اتمنى ان هو ينشط معانا اكتر من كده، لان هو له فكر مميز جدا وجميل جدا ولن يقدم كل ما عنده بعد. اتمنى ان هو يطلع اكتر. هيرد قصته عندما قررت ان اركب التاكسي. القصه دي من القصص المميزه جدا لمن يتامل فيها ويرى ما داخلها وليس ما فوق سطحها. أنزل السلالم جريا كالعادة أنا متأخر. علي أنزل السلالم جريا كالعادة أنا متأخر على عملي، وكالعادة أيضا سأضطر إلى أن أركب تاكسي عوضا عن الميكروباص. قرار انتحاري أليس كذلك؟ المسافة بين البيت وبين موقف الميكروباص كبيرة نسبيا. توفيرا للوقت سأركب التاكسي، الغرامة ولا التأكيد. أخطو في بداية ذلك الشارع الضيق المؤدي إلى الشارع العمومي الكبير. كعادة نحسي العظيم يمر تاكسيان خاليان في الشارع الكبير الذي يظهر عبر نهاية الشارع الضيق. لا أحب أن أركب مع أحد، أحب أن أركب التاكسي بمفردي وحدي لا شريك لي. ولذلك وإعمالا لقواعد النحس اليومية ما أن أصل إلى الشارع الكبير حتى تختفي التاكسيات الخالية. أمر لله، سأضطر أسفا أن أركب في الكرسي الخلفي. يتوقف ذلك التاكسي أمامي بعد ما أشرت له. أغلقت الباب ثم انطلقنا. السائق ذو سحنة غريبة تشعرك أنه مجنون أو على الأقل حشاش. برغم ذلك ملامحه تدل على أنه تخطى 40 بسنة أو 2. ينزل الراكب الجالس في المقعد الأمامي فأسرع أنا لأحل محله. ما أن انغلق الباب حتى أحسست بأنني ضغطت على زر الكاسيت. هما البنات دول عايزين إيه؟ بنات مين حضرتك؟ البنات اللي ماشيين في الشارع دول. مش فاهم يعني لابسين كده ليه؟ بدأت اسطوانة الرمي إياها، ضيق وملزق ومحزق ولا البديهات، واحنا غلابة يا أستاذ. ابتسمت وأززت رأسي. بماذا يريدني أن أجيب؟ كأنما ينتظر مني أن أنخرط معه في تلك القصيدة في العرجاء. أنا أساسا لا أحب الكلام وخصوصا في بداية اليوم، مما جعلني أهم بأن أسكعه قلم خدامين على فمه لأكرته. شوف بنت دي لو أبوها راجل ما تنزلش كده، إنما أبوها ده يا رب ارحمني. عارف يا أستاذ، أنا مرة ركبت معايا واحدة كانت لابسة يخرس سياسي يخرس دماغي، بس أنا بقى عارف هما بيعملوا كده ليه. رفعت حاجبي راسما الدهشة على وجهي انتظارا للمفاجأة التي سأقولها. لا ريب أن مظهري بدأ بلهن لأنني لا أستطيع التظاهر بأي شيء. فلأسمع نظرية سائق التاكسي المتعمق في الدراسات النفسية وعلم الاجتماع. دول يا أستاذ عايزين يتجوزوا، نفسهم يتجوزوا ومش قايلين، ما أنت عارف الظروف، ما حدش لاقي يتجوز، الشباب تعبان أوي يا أستاذ، أكل تعب والله. والله مش الشباب بس اللي تعبان، أنت اللي عامل زي العمر ما شاف نسوان في حياته، ده أنت لو شفت ورك فركة هتريح. كان هذا رأيي في الموضوع الذي فضلت أن أحتفظ به لنفسي فقط. التاكسي يتوقف من جديد. راكب آخر في المقعد الكافي، ينغلق الباب فيتحرك التاكسي ويدور الكاسيت من جديد. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم. قلة الحياة كده عينك، بنات قلالات الأكل لا كشة ولا حياة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. الواحد مش عارف يودي وشه فين، ولا ايه رأيك يا مولانا؟ مولانا؟ منذ قليل كنت أستاذ والآن مولانا. هذا الرجل مجنون بالفعل. لحظة، الراكب الجديد طبعا الدور عليه الآن ليحمل عني قليلا. شوف يا مولانا، أنا ليا رأي في المسألة دي، لازم يطبق الشرع، واللي تنزل من بيتها كده لازم يطبق عليها حد الزنا. الشيخ الشاب يهرش لحيته وينظر إليه هزا رأسه دون أن يتكلم. ربما يفكر في إقامة الحد عليه هو. وتسألت بل وغنمت أن أسأله عن حد الرجل وتصديع دماغ خلق الله. لكن الشيخ الشاب أتاه الفرج، فقد بلغ مشواره نهايته نزل تاركا إياه ليفترق مخي. اللهم الصبر. الكاسيت يدور. يخرب بيتك، البنطلون هيتفرتك عليها، لأنهم يطلقون عن النسوان دول
حاطين عليهم الحد طبعا يا واطي في السري طبعا. وأحاول أن أسرح بأفكاري بعيدا عن سلك التاكسي المحروم هذا، وأحاول التفكير في أي شيء، بيتي، عملي، خطيبتي. وجدتني رغما عني أتطلع إلى دبلة الزواج التي تزين إصبع يده اليسرى. لا ريب إذن أنه متزوج من غوريلا. وجدتني أتخيل منظر زوجته المقرف والمقزز. رائحة العرق تغمرها، رائحة البصل والطبيخ تعبق ثيابها التي لم تغيرها منذ شهر، مما يدلك على أنها لم تستحم منذ ذلك التاريخ. ربما هي كذلك لا تستحم بالماء، بل تنظف نفسها بلسانها كالقطط. مسكين أنت أيها الرجل، ولكن صوت الفرملة العالية أعادني إلى عالم الواقع. في إيه يا اسطى؟ مؤاخذة يا أستاذ، الفرامل كانت جامدة شوية، ربنا يبارك لك في الفراملة. إحنا وقفنا ليه؟ هناخد المدام بس. بالفعل كل هذه الفرملة لابد أن تكون من أجل المدام أو حتى الآنسة، أما لو كان أستاذا أو أفندي فليولع بجاز وليروح في 60 داهية. ولكن للأمانة فالمدام تستاهل الفرملة حقيقة لا كذبا، المدام جامدة على حق. والله زي ما بقول لك كده يا مدام، البنات والستات بيتعذبوا دلوقتي، مفيش واحدة تعرف تمشي براحتها، والدنيا بقت وحشة قوي. الشباب بقوا أكل سفالة وقلة أدب. لا مؤاخذة يا أستاذ، معاكسات وكلام فاضي. الستات في الشوارع تعبانين قوي اهو، شايفه؟ مش عايزين يبطلوا معاكسات. والله انزل اضربهم شويه العيال ولا دول قله ادب. اي جنب لو سمحت. اخيرا نطقت، لم اقولها في سري، نطقت في وجه ذلك المحروم. فلانزل انا وليكن الله تعالى في عون المدام. تعالي يا مدام، اتفضلي جنبي هنا. تم. شكرا. لو سمحت يا استاذ، انا عايز